احنا بس على فكره مش بنساهم في سيناء، احنا بنساهم في كل، يعني احنا النهارده كنا يعني بالامس القريب كنا بنتكلم عن توشكا وبنتكلم عن الاطراف وحلايب وشلاتين وبتاع. انا عارف حضرتك تبرعت بحاجه لحلايب وشلاتين. حلايب وشلاتين. بص انا شوف برضو دي نقطه مهمه وجوهريه. دور المنظمات المدنيه اللي هي المنظمات الغير حكوميه، المجتمع المدني. المجتمع المدني. انا تسمح لي واحنا في هذا الاجتماع نذكر بالشكر والتقدير صناع الحياه ومصر الخير. صناع الحياه بيرقصها الحقيقه عمرو خالد، لا الدكتور محمد يحيى وبيساعده والنائب بتاعه عمرو خالد، ومصر الخير بيرقصها فضيله الدكتور علي جمعه. احنا بنركز عملنا كله في سينا، لكن ما بيمنعش اطلاقا لما نلاقي حاجه زي حلايب وشلاتين دي مشروع حلو نساهم ب 500,000 جنيه كدفعه، دفعه ثانيه 500,000 جنيه مع صناع الحياه، لان دول نماذج الحقيقه واعده بتروح وبتعمل وبتدي احتياجات الناس ايه هناك، بير، مدرسه تتصلح، صرف صحي، ميه، غذاء. هو خلينا اقول لحضرتك من وجهه نظر الناس بتوع السياسه، يقول لحضرتك عاده الدول حينما تفقد سيادتها بتفقدها من اطرافها. بالظبط. يعني اقصد عاده المشكله مش هتلاقيها في بغداد، المشكله هتلاقيها في الانبار، في الموصل يا سيدي. لا هتلاقيها في سينا، هتلاقيها. دعني اقول لك، اذا ضعفت الاطراف ضعفت الامه، واذا قويت الاطراف قويت الامه. ومن هنا فان نداء بصوت مرتفع لمصلحه هذه الامه لابد ان نتجه الى الاطراف. حلايب وشلاتين في النوبه، لابد ان نتجه الى سيناء شمالا وجنوبا، ووسط سيناء اكتر لابد ان نتجه الغرب، سيوه، والمناطق دي مناطق كلها اطراف تتطلب نوع من الرعايه الخاصه، لان الخطر ياتي من هناك. صحيح. وانا بقول ان الخطا قد ياتي من الغرب، ياتي من الحته اللي انت مش واخد بالك منها، ومن مأمنه يؤتى الحذر. ايوه. ولذلك فنحن كيف نوجه جزء من هذه الاموال الى هذه الاطراف لضمان الامن في هذه المنطقه، واذا قويت الاطراف قويت الامه من الداخل.